هنعمل النهاردة بقى بسكوت سريع في الخلاط، 40 بسكوتة من كوبايتين دقيق ومن غير زبدة ومن غير سمنة، بمكونات بسيطة واقتصادية. مش هتحتاجوا كمان لأدوات ولا أي حاجة للتشكيل، هنشكله بطريقة بسيطة جدا وحاجات من البيت عندنا. المكونات اللي احنا مستخدمينها في الفيديو دوت هتغني عن الزبدة وهتخليه مقرمش وفي نفس الوقت بيدوب في البق كده هوت وكأنه معمول بالزبدة بالظبط. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي نادية. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. في الوصفة دي أنا مستخدمة بيضتين حجمهم كبير. حطيت البيض في الخلاط وهنزل عليه على طول بالفانيليا. أنا مستخدمة فانيليا سايلة، حطيت معلقة كبيرة من الفانيليا، ممكن تستخدموا الفانيليا البودرة عادي جدا. كوباية إلا ربع من السكر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وأنا مستخدمة أكواب معيارية ومعالق معيارية. الأكواب المعيارية بتاعتي اللي هي 250 مللي. هنضرب بقى السكر والبيض مع الفانيليا مع البيكنج باودر كده كلهم مع بعضيهم. اهم حاجة انه السكر يدوب، يعني المرحلة دي عاوزين السكر ميبقاش مخرز خالص. بصوا بحط ايدي وافرك كده، لو في لسه حبيبات سكر اكمل ضرب. حطيت بعد كده كوباية الا ربع من الزيت. الوصفة دي اقتصادية بالزيت، مش هنحط فيها زبدة ولا حاجة خالص. نرجع نضرب كده ضربة بس خفيفة عشان خاطر نخلطهم مع بعض. يعني هنحتاج في الوصفة دي كوبايتين وربع من الدقيق، بس انا شايله ربع كوبايه على جنب احتياطي، واحط على الكوبايتين نص كوبايه من النشا ورشه من الملح. النشا هنا بقى مهمته ان هو يخلي البسكوت بيدوب كده في البق ويغنينا عن الزبده الى حد ما. انا عارفه ان البسكوت بالزبده طبعا بيبقى طعمه حلو وكل حاجه، بس بجد لو جربتوا الطريقه دي وحطيتوا نشا هيطلع معاكم هش وبيدوب في البق، وفي نفس الوقت طبعا بيقرمش كده وبيتقطم، وهيعجبكم جدا، خصوصا في ظروف ان الزبده دلوقتي بقت غاليه ومغشوشه وفي حاجات كتير كده فيها مشاكل كتير. قلبت بقى المكونات الجافة، وبعد كده حطيت المكونات السايلة على المكونات الجافة، وهنقلب بقى ونشوف الخليط. انا معايا ربع كوباية على جنب بس احتياطي، علشان خاطر انواع الدقيق بتختلف. انتوا عارفين في انواع بتمتص السوائل جدا، وفي انواع ما بتمتصش او ما بتشربش. طبعا انا بدأت اعجن، مش اعجن يعني الم العجينة، لان البسكوت ما بتعجنش. لقيتها طبعا محتاجة ربع كوباية، فزودت ربع كوباية يا دوبك هنلم المكونات. مفيش عجن خالص في البسكوت، بس نلم المكونات. بصوا مبقاش فيه حاجة كده جافة كده. بصوا خلاص العجينة اتلمت معايا، وبصوا قوامها طري وناعم خالص. لو كورناها مبقاش فيها اي شقوق، مفيش اي تشققات فيها، دي اهم حاجة. بصوا طرية ازاي، هو ده القوام اللي احنا عايزينه. لو لقيتوها سايبة قوي وبتلزق قوي زودوا معلقة دي مثلا صغيرة، يبقى على حسب نوع دي زي ما احنا قلنا. المهم نفهم قوام العجينة، ده اهم حاجة عندي، تبقوا فاهمين القوام. صينية بقى من صواني الفرن، مش لازم ورق زبدة او ورق خبز، وممكن ندهنها دهنة زيت كده ونشتغل ونحط فيها البسكوت على طول. هنكوره لكور صغننة خالص قد الليمونة الصغننة، علشان نعمل حسابنا ان هو هيزيد شوية طبعا عليه بيكنج باودر وهينفش شوية طبعا في الفرن. سيب شوية مسافات بينهم كده، وبضغط عليهم ضغطة كده بإيدي. وهنشكلهم بأبسط وأسهل طريقة تشكيل، ويمكن ناس كتير تعرفها على فكرة. بغطاء ازازة كده، وهنمشي عليهم كده هوت، نعد 1 2 3 4 5 5 هلالات. جمع هلال ايه، انا بعك نمشي كده ايه 5 شرط، بلاش هلالات دي. طبعا مفيش اسهل من كده. غطاء ازاز، عايزين بقى تشكلوه باشكال تانية، عاوزين تستخدموا بقى المنقاش، عاوزين تستخدموا بقى بصمة الكحك، عاوزين تشكلوها باي مكنة بسكوت عندكم زي ما يعجبكم، هي تنفع في كل حاجة. وبس كده. بصوا شكله رهيب وسهل، سهل خالص، ولا ادوات ولا اي حاجة. هندخله بقى فرن سخن في النص على الشبكة، والفرن متسخن من قبلها ب5 دقايق بس على درجة حرارة 180. هياخد في الفرن تقريبا من 20 دقيقة لنص ساعة على حسب انتوا بتراقبوه، ولما ياخد لون من تحت ويحمر كده تطلعوه من الفرن على طول. شايفين بقى شكله جميل ازاي، رائع، ولا ريحته بقى مش عايزة اقول لكم. على فكرة نسيت اقول ان احنا ممكن نحط عليه بشر برتقان او تانك او اي حاجة من الحاجات اللي تديله نكهة البرتقان دي، لو بتحبوا البسكوت بالبرتقان يعني. والحركات دي بيدوب في البق، والمقادير ان شاء الله تظبط معاكم تمام. يعني هيعمل معاكم 40 وحدة تقريبا. بصوا شايفين بقى هش من جوه ازاي، نافش كده وهش من جوه، مش مكتوم، وفي نفس الوقت بيتقطم، مش طري مش زي الغريبة، ولما بناكله بيدوب في بقنا كده. وبس كده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفة اللي يريكوا فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية في فيديو جديد.